في الفترة دي فعلا كان باين عليا بجد إرهاق الثانوية العامة. امتحان الفيزياء اكتر مادة حرفيا تعبت فيها طول السنة. أنا فضلت أكتب فيها من أول شهر 12 لحد ما وصلت. كم ساعة تلج رايح دلوقتي على الامتحان. بعد ما رجعت البيت لقيت الكل بيقول لي الامتحان ما كانش سهل ابدا، والكل عمال يشتغل في صيدله في جامعه الجلاله، واتقبلت الحمد لله. رحله التقديم كان شيء صعب. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ودخلنا في شهر 12. شهر 12 ده بقى كان عباره عن مجهود كبير جدا 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 جدا، ومحصله انا فاكرها قليله، لكن في الحقيقه المحصله ما كانتش قليله ابدا. بالعكس، انا عايز اقول لكم المجهود اللي انا عملته في شهر 12 ده انا لقيته في فتره المراجعه. الملاحظات اللي انا كنت كاتبها والحاجات اللي انا كنت عمال اذاكرها وفاكر ان انا مش فاهمها ومش عارف احلها، انا ساعتها اكتشفت ان انا فاكرها وانا فاهمها. الساعة دلوقتي بالظبط حوالي 6:15. صاحي من الساعة 3. بس المشكلة انت عارف ان انت بتذاكر، بس حاسس ان انت برضو لسه تايه. واضح ان انا كنت تايه. النهارده 27/12/2022. صحيت النهارده انا صاحي تقريبا حوالي كده من الساعه 6. انت ما تفهمش في ايه بالظبط، في حاجه غلط يعني. انا طول اليوم انا كنت عامل جدول الصبح اللي هو انا المفروض كنت اخلص الحاجات دي كلها النهارده، وانا لسه ما خلصتش، انا لسه اليوم معايا ولسه هكمل، بس يعني اللي خلصوا دول بس. ده كمان اتذاكر، واللي تحت كمان في منهم اتذاكر بس ما تمش يعني. الشيء بالشيء يذكر، الكراسه دي كانت من اجمل الحاجات اللي انا عملتها من افكار الثانويه العامه. كنت كل يوم قبل ما انام بكتب انا ناوي اعمل ايه بكره في المذاكره. صدقني من اهم الحاجات اللي هتفرق ما بينك وما بين زمايلك في الثانويه العامه ان انت تكون صاحي من النوم عارف انت هتعمل ايه النهارده، وواحد تاني صاحي من النوم بيشوف الكلام على ايه النهارده. الكراسه دي انا فضلت اكتب فيها من اول شهر 12 لحد ما وصلت في اخرها لشهر 3. بعد كده بقيت اكتب ورقه والزقها على الحيط لان الموضوع ما بقاش حتى صفحه الكراسه تكفي. وانا بصور دلوقتي لقيت دول كانوا ملزوقين على المكتب تحت الفرشه بتاعه المكتب. هي نفس الجداول اللي بقيت اعملها لما الكراسه دي خلصت. اكتر الحاجات اللي كانت مخوفاني في الثانويه العامه بجد ان انا ادخل امتحان ماده وانا حاسس ان انا كنت اقدر اعمل اكتر من كده فيها وما عملتش كتير معايا، فانا خايف يعني. انا كل خوفي من السنه دي ان انا ابقى رايح لجنه الامتحان واقول يا ريتني لو السنه ترجع بيا، او يا ريتني ارجع لشهر 8 عشان اعمل اكتر من اللي انا هقولها. انا ما نفسيش في دي، انا نفسي ابقى داخل لجنه الامتحان مش مهم اللي انا هعمله جوه في اللجنه، لكن المهم بجد ان انا وانا داخل لو جه في بالي فكره ان رجع بيا الزمن اقول حتى لو رجع انا مش هقدر اعمل اكتر من اللي انا عملته، انا جبت اخري. انا ده الليفل اللي انا عايز اوصل له، اللي هو بس ان انا ابقى داخل وانا عارف ان انا جبت اخري، فتبقى مطمن ان ربنا مش هيضيع لك تعب. ساعتها انت عارف لو ما جبتش مجموع ساعتها بعد الشر يعني، ولا قدر الله، ويعني دي حاجه عاديه ووارده وممكن تحصل سواء اتظلمت او غيره او حتى كده، بس لو وانت تعبت وما جبتش مجموع فانت مش هتزعل، لان ساعتها هتبقى عارف ان انت جبت اخرك وان ربنا هيعوضها لك في حاجه تانية. انما الخوف ان انت ما تجيبش مجموع، فساعتها بقى تقعد تقول لو كنت ذاكرت كنت لقيت، لو كنت تعبت اكتر. دي اكتر حاجه مخوفاني بجد. الحمد لله فعلا انا قدرت احقق ده. انا فاكر ان انا قبل كل امتحان كنت اقعد كده لحظه اقول لو رجع بيا الزمن هعمل حاجه، او مايل لنفسي لا انا جبت اخري، وكنت ادخل بقلب كده يعني اللي هو انا عملت اللي عليا والباقي بتاع ربنا خلاص. الكلام اللي في الفيديو اللي فات ده بجد هو ليا دلوقتي قبل ما يكون ليكم كمان. خلينا في شهر واحد. شهر واحد ده بقى كان الشهر اللي انا هغير الكون في الشهر ده. خدت قرارات كتير جدا، في منها ما كملتش فيها ورجعت عنها، وفي منها كملت بالقرارات دي لحد اخر السنه. ان انا عايز الغي اي حاجه بتشتتني دلوقتي، فعشان كده قررت ان انا اي درس بحس فيه من تشتيت، سواء حتى الدروس اللي مع اصحابي فيها زي درس الاحياء اثنين وخميس اللي كان الساعه 5 ده ولا الساعه 6 ده، شلته من نومي من بكره باذن الله. درس اثنين وخميس الساعه 4 ده ما اروحوش تاني، اروح في مجموعه 3 عشان مش عايز اي حاجه تشتتني. زائد ان عايز اجمع مواعيد دروسي كلها سوا، اللي هو خلاص ما بقاش في وقت لاي حاجه تلهيني ولا تضيع وقتي. فاللي هو اي حاجه بتشتتني انا خدت قرار باذن الله من بكره هشيل الكلام ده كله. فكرة انك تبقى صاحي من الساعة 2 بالليل لحد الساعة 6 كم ساعة تلج رايح دلوقتي على الامتحان، حرفيا
يعني اللي هو اتمنى بجد ان باذن الله اجيب درجه حلوه في الامتحان ده، لاني صاحب الساعه 2 قاعد بذاكر، بس انتوا عارفين اللي هو دايما النتيجه بتاعت ربنا انت عليك العمل وخلاص. ممكن اكون بقى سواء عملت بكفايه ما عملتش بكفايه، فدي مش الفكره، قد ما هي فكره ان انت تبقى عملت وقدمت مش اكتر. اهم الحاجات اللي هتواجهها بقى في شهر 1 و2 و3 ان انت هيبقى عندك بتذاكر جديد وعايز تراجع القديم، وفي حاجات وقعت منك في النص انت ما ذاكرتهاش كويس او ذاكرتها وما حلتش عليها. طب تبدا بانهي؟ الجديد لازم تفضل ماشي عليه مع المدرسين وما تاثرش فيه ابدا. انت يقع ما بين حاجتين، ان انت تراجع القديم وان في حاجات وقعت منك محتاج تظبطها. اعمل انهي؟ لا، امشي في الجديد والحاجات اللي محتاج تظبطها. خلي المراجعه دلوقتي خالص. انت هيجيلك في الاخر حوالي شهرين هتراجع فيهم المنهج كله، هتحل فيهم كميه حل انت ما حلتوش في السنه كلها. صدقني انت هتقول يعني اللي انا قعدت احله طول السنه هقدر احله في شهرين؟ هتحل فوق ما تتصور. صدقني فتره المراجعه دي بيتحل فيها كميه اسئله وكميه كتب انت مش هتتخيل ان انت ممكن تعمل كده اصلا. حاطط جدول حلو جدا ومحدد الاهداف والحاجات اللي انا عايز اهي. بص، الحاجات اللي انا عايز اخلصها الشهر ده اهي. دي المواد. قلت شهر 1 ده اتفقت مع نفسي ان شهر 1 ده في دروس من اول السنه ما اتذاكرتش اصلا، اهو شهر 1 ده خليها اذاكر فيها الدروس دي، وشهر 2 هبدا اراجع اصلا اكون خلصت الدروس دي. مشيت في الاول حلو بس بعد كده رجعت ابوظ تاني، فعايزين نرجع نظبط باذن الله بحيث على اخر الشهر فاضل 20 يوم في الشهر. النهارده كام؟ النهارده 10/1، فاضل 20 يوم. ما تفهمش ال 10 ايام دول راحوا ازاي. حرفيا ال 10 ايام دول عدوا اقل من 10 دقايق. بس هو تقريبا انا كنت مذاكر فيزياء قبل ما اصور الفيديو ده. انتوا متخيلين ان كل اللي فاضل اصلا الفتره دي؟ المقصود ان اللي عدى حرفيا دلوقتي بقى اقل من اللي جاي. طول ما انت في رحله الثانويه العامه هتيجي عليك فترات كده دايما تحس ان انت عايز تقرب من ربنا، تحسن من نفسك، تطورها، تتغير للاحسن. ساعات كمان تحس ان انت عايز تعمل حاجه كبيره، عايز مشاعر كده انت مش عارف انا شخصيا افسر. بس انا متاكد ان اللي بيستمع ليا ده لو طالب ثانويه عامه فهو فاهم انا قصدي ايه بالمشاعر دي. لكن المشكله ان غالبا المشاعر دي بتموت معاك بعد الثانويه العامه، لان انت احتمال من اتنين: يا اما واحد كان عايز يوصل لحاجه عظيمه جدا وقدر يوصل فعلا فهو بعد كده بيبقى اوريدي انا وصلت فخلاص مش فارقه بقى، يا اما كان عايز يوصل لحاجه عظيمه برضو بس ما وصلش فهو كده كده فشل فخلاص انا فشلت اوريدي بقى. السنه دي بس مش لازم تبقى مجرد تغير عشان السنه تخلص واجيب مجموع اخر السنه. بجد السنه دي تبقى حاجه جميله لو كانت مرحله تغير نهائيه. عايز اوصل لنفسي فكره ان الفكره مش في النتيجه قد ما هي في الرحلة، وإن تالتة ثانوي تبقى رحلة حياة. والله الواحد بيفكر كده ساعات، طب ليه ما يخليش حياته كلها لربنا ويكتفي بالآخرة؟ طب ليه بجد؟ بوينت مهمة جدا والله عايز أقولها، ما تخليش السنة عبارة عن إن رقم أو كلية أنت عايز توصل لها مش أكتر. اللي عايز أقوله إنك لازم تخلي الثانوية العامة بداية رحلتك مش النهاية. دي كانت بجد من اهم النقط اللي شغلاني في الثانويه العامه، اللي هو انا بجد لما بعد ما اخلص هفضل على نفس الحاجه ولا هتغير، ولو اتغيرت ده هيكون ان انا هزود واحسن نفسي ولا لا. لو اتعلمت ان انت تصحى بدري في الثانويه العامه كمل بعد الثانويه بتصحى بدري. لو كان ليك ورد من القران حافظت عليه في الثانويه العامه خليك محافظ عليه بعد الثانويه العامه. لو اتعلمت ان انت تصلي الفجر في الثانويه العامه صلي الفجر بعد الثانويه العامه. ما تخليش الحاجات اللي انت كنت بتعملها في الثانويه العامه تتوقف على حد الثانويه العامه. ذاكرت ووصلت للكليه اللي انت عايزها كمل بنفس الاجتهاد وبنفس المذاكره، ما توقفش على رتم الثانويه. عدى شهر 1 و2 ونص 3 كمان. في الفتره دي فعلا كان باين عليا بجد ارهاق الثانويه العامه، قله النوم، الارق، التفكير الكتير. حتى انا فاكر ان كان تحت عيني دايما اسود، اللي هو اللي يشوفني يفتكرني دايما مع دي مثلا اكتر ماده خدت مني وقت وضيعت لي وقت طول السنه. بس دلوقتي وانا مستريح فيها وانا لسه في شهر، لسه يعني خلاص في شهر 3 ونص 3 عدى كمان، يعني خلاص احنا داخلين في 4. الدفعات بتاعت كل السنين اللي فاتت كان يقول لك شهر 4 ده بيبقى اصعب شهر انت بتمر بيه. السنه بجد طويله، يعني انا كنت بقعد اقول لا ده هتبقى، في الاول قعدت اقول طويله بعد كده لقيتها ماشيه بسرعه فقلت لا ده سريع، بس دلوقتي انا حاسسها طويله جدا ومش راضيه تعدي اصلا. وبجد عايز اخلص لان والله زهقت بجد.
عارف لما تكون عايز تستريح وحتى لو خدت قرار ان انت ما تذاكرش وتقعد تستريح، فانت مش بتستريح، ده انت بالعكس بتكتشف ان انت زودت على نفسك ضغط واتراكمت عليك حاجات اكتر. انا حاسس ان انا بضيع وقت اصلا دلوقتي، يعني انا دلوقتي متضايق الوقت اللي انا بضيعه وانا بعمل ده. فانا شايف ان انا انام احسن دلوقتي عشان اصحى فايق. بالمناسبه سيره النوم، انا مثلا النهارده كل اللي انا نمته كان ساعتين من الساعه. انا فاكر ان الفيديو ده انا كنت عامله لمجرد ان انا احكي واطلع اللي جوايا. الفتره دي انا فاكر كان فيها ضغط حرفيا ما يقلش عن فتره الامتحانات. طبعا انت متشوق دلوقتي تعرف ايه بقى اللي حصل في شهر 5 وشهر 4. لا مفيش جديد، هو نفس اللي حصل في 1 و2 و3، هي نفس الأحداث بتتكرر كل يوم. الفرق بس إن الضغط على نفسيتك بيزيد كل ما بتقرب من الامتحانات، وضغط اللي حواليك والمدرسين بيزيد عليك. الحل اللي انت بتحله من كتر ما بيزيد، فانت بتحس ان انت مش فاهم اي حاجة، او ان انت مستواك وحش، انت مش مستعد، مع ان ده مش حقيقي خالص. وهتحس بده في فترة الامتحانات. تالت امتحان كان الكيمياء. الامتحان ده بجد يعني اللي يتقال عليه عجز الكلام عن الكلام وريشتي لم تبقي دمعا او دما في المحبرة. بجد الامتحان ده